السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد حول موضوع التقاعد النسبي والمسبق في الجزائر. كما لا يخفى علينا أن عودة الحديث في الجزائر عن نظام التقاعد المسبق في قانون التوظيف العمومي، بحيث يلح نواب ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية في الضغط على الحكومة من أجل إعادة العمل بالنظام ومناقشته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، معتبرين الأمر مطلبا لعشرات الآلاف الموظفين في القطاع الحكومي. والتقاعد المسبق هو نظام كان يسمح للموظفين في القطاع الاقتصادي بالاستفادة من المعاش، شرط أن يكون المستفيد بلغ 50 سنة بالنسبة إلى الرجل و45 سنة بالنسبة إلى النساء، وأن يكون اشتغالا لمدة 20 عاما في الأقل. تم بدء العمل بهذا النظام عام 1997 في ظل ظروف خاصة شهدت حل عدد من المؤسسات وتسريح الموظفين، واستمر العمل به ديسمبر عام 2016. ويعتزم النواب تقديم مقترح جدي في شكل مشروع قانون من أجل العودة لتطبيق قانون التقاعد المسبق الذي ينتظره كثير من الموظفين في القطاع الحكومي الراغبين في الاستفادة في هذا النمط للتقاعد، والذي توقف العمل به منذ سنوات. موقف الحكومة عبر عنه وزير العمل يوسف شرفة، الذي استبعد العودة لنظام التقاعد النسبي في الوقت الحالي، متحججا بعدم وجود موارد مالية كافية، وكون أولوية الحكومة في الوقت الحالي إنعاش الصندوق التقاعد الذي يعاني منه 2013 هجزا هيكليا يتجاوز 550 مليار سنتيم، نحو 4 مليارات دولار. ولدى تطرقه إلى الوضعية المالية للصندوق، أشار الوزير إلى انخفاض في عدد المشتركين، مبرزا أن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل 1.92 مشترك مقابل متقاعد واحد، في حين أن التوازن المالي للصندوق يتطلب 5 مشتركين مقابل متقاعد واحد. ويبقى التحدي الكبير أمام الحكومة في القيام بإصلاحات مالية عميقة للصندوق عبر تفعيل آلية المراقبة لمعرفة النفقات بكل شفافية والعودة إلى هذا النظام.